عمرك بعت مسج لحد وعمل سين وما ردش؟ فانت في ثواني قليله عقلك بدأ يكتب قصه كامله. اكيد ده زعلان، واضح انه ما بقاش مهتم، اكيد انا عملت حاجه غلط، وتفضل تراجع في دماغك حاجات كتير ممكن ما تكونش صح، لانه ممكن يكون مثلا في اجتماع او سايق او حتى شاف المسج وقال انا هرد بعد شويه. الغريب ان المسج ما اتغيرتش، اللي اتغير هو التفسير اللي انت اخترته وحطيته في دماغك. واحيانا في العلاقات احنا ما بنتوجعش من اللي حصل، احنا بنتوجع من القصه اللي عقلنا كتبها قبل ما يعرف الحقيقه. وده مش معناه انك تتجاهل العلامات الكبيره والعلامات الواضحه، لكن قبل ما تزعل وقبل ما تبني سيناريو كامل في دماغك اسال نفسك سؤال: انا متاكد ولا بفترض؟ لان احيانا مش الشخص هو اللي كسر قلبك، واحيانا اللي بيوجعنا مش الحدث نفسه، لكن القصه اللي احنا بنحكيها لنفسنا، والسيناريو اللي بنرسمه في دماغنا اللي ممكن ما يكونش ليه اي علاقه بالحقيقه.